احنا يا برنس الاهلي، احنا يعني افريقيا دي بتاعتنا. الاهلي افريقيا دي ودوري ابطال افريقيا دي، ده ما يتسماش دوري ابطال افريقيا، ده يتسمى دوري ابطال الاهلي. حرفيا يا جماعه، حرفيا يعني انا زهقت بقى. يعني المدرب بتاع سيمبا، في حد كده في نادي سيمبا ده قبل ما الماتشات بتاعتنا تجمعنا كده، قال لك احنا بقى خلاص، احنا هنقف وقفه رجاله، وهنقف وهنكسب الاهلي وهنطلع الاهلي. قلت له انت سالت؟ قلت له انت سالت تعرف ده مين؟ عارف ده مين؟ لقيته ما ردش. قال لك لا خلاص سيمبا قادم، سيمبا هيكسب وهيعدي الدور دوت. قلت له يا ابني انت سالت؟ اتاكدت يعني؟ عرفت ان الاهلي اللي انت هتلعبه ده يعني تاريخه عامل ازاي؟ هو شكله ما سالش. عشان كده يا برنس يعني الحمد لله وبفضل الله كسبنا هناك 1-0 وكسبنا هنا 2-0 كلين شيت يا باشا. ما عملوش حاجه، ما شفتش منهم جون. فما تجيش تتقارن بقى معانا. انا ما بحبش ان بص، انا في البدايه كده الناس اللي بتطلع بقى تتكلم قبل الماتش ده تروح احنا هنكسب الاهلي واحنا هنعمل مش عارف ايه في الاهلي، فانا بحب اسمعهم الصراحه، بحب اسمعهم. عشان ايه؟ القصه هنا اللي يضحك في الاخر يا بيه، اللي يضحك في الاخر ده الاستاذ، ده اللي عارف يبقى قاعد كده باصص وعارف الدنيا ماشيه ازاي. ماشي يا باشا. ولكن الماتش النهارده احنا ضيعنا فرص كتير عامه، والماتش كان فيه تحس كان فيه كده في الشوط الاول في حاجه غلط، يعني في شيء غلط في المباراه، ولكن الحمد لله ربنا يعني كملها لنا على خير. ماشي. ولكن من الحاجات اللي انا اتضايقت منها هي اصابه حسين الشحات، وربنا يسترها. ربنا يسترها ان حسين الشحات بعد المباراه راح المستشفى على طول. فهي العمليه مش ناقصه، العمليه مش ناقصه. يعني ما اقولكش امام والشحات واسامه ابو علي وياسر يا جماعه احنا كتير قوي. في ايه بجد؟ حد بص لنا؟ يعني حد بص لنا في اللعيبه؟ ما في حاجه يا جماعه. يا جماعه احنا بيتهيألي ده لسه عندنا مع في الدوري، خلي بالك ده يعتبر احنا لسه عندنا دوري تاني. تمام. فانت عندك اللعيبه كل ماتش لعيب بيقع منك، كل ماتش لعيب بام 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 ما بنلاقيهمش، ما بنلاقيش اللعيبه ديت. فالموضوع غريب والموضوع صعب. تمام. ولكن باذن الله باذن الله يعني اصابه حسين شحات نطمن عليها بكره، ان يعني هم بعد المباراه خدوا حسين شحات راح بيهم راحوا بيه المستشفى عشان يطمنوا عليه ويعملوا له اشاعات والكلام ده كله. وان شاء الله هنعرف في خلال الساعات اللي جايه ايه قصه حسين الشحات. بن شيخه مدرب سيمبا التنزاني قال لك ايه؟ قال لك احنا ضيعنا فرص كتير وسوء حظ غريب، ولكن النادي الاهلي عنده حارس عملاق، عنده حارس اسد. هو مين؟ مصطفى شوبير. الله اكبر، يعني الله اكبر من غير حسد. مصطفى شوبير 5 ماتشات ب5 كلين شيت، 5 ماتشات ب5 كلين شيت. فهمت بقى؟ يعني انت فهمت بقى. فمصطفى شوبير حرفيا يعني ثبت نفسه ايه ده رزع نفسه في الاساس. خلاص يا جماعه صعب ده يقعد، صعب. المنافسه قسما بالله هتبقى صعبه مع الشناوي. اللي انت شايفه اللي بيقدمه مصطفى شوبير في كل ماتش ينقذ الاهلي. مصطفى شوبير كل ماتش بينقذ الاهلي. مصطفى شوبير لازم كل ماتش تطلع تتكلم، ولازم كل ماتش اطلع اتكلم يقول لك ان مصطفى شوبير عمل وشال وصد فده يقول لك ان الحارس ده شغال. والله اكبر، ربنا يبعد عنه الاصابات، وان شاء الله يعني يوصل لاعلى من كده كمان مره ونشوف في المنتخب يعني باذن الله. تمام. فده لما يكون عندك حارس ممتاز، ودي سمات الاهلي، انك النادي الاهلي لازم يكون عندك حراس، والفرق الكبيره لازم يكون عندك حراس اللي هي تقدر تشيلك في الاوقات الصعبه. واللي عمله ده مصطفى شوبير يعني، وان شاء الله ربنا يعني يكملها لنا على خير باذن الله. بنجيب بقى البطوله بقى، نجيب بقى البطوله بقى، نفسنا فيها بقى يا جدعان. ما تنساش اللايك بتاعك. سلام.